النهارده بقى هنعمل فطيرة السلطان. كملي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي الطريقه والمقادير المظبوطه. اول حاجه هحط نص كوبايه من الميه الدافيه، نص كوبايه من الحليب الدافي او اللبن الدافي، عليهم ربع كوبايه من الزيت، وكمان هنزل بتلت كوبايه من السكر، وهنزل ببياض بيضه، وهنشيل الصفار على جنب عشان هنحتاجه في اخر الوصفه. وهحط باكت من الفانيليا. هندوب بقى المكونات دي كده مع بعض كويس. هنحط بس الاول معلقه كبيره من الخميره، وبعدين هندوب المكونات دي كويس مع بعض لحد ما تبدا تدوب كده وتدخل في بعضها كويس قوي. وبعدين هحضر 4 كوبايات الا ربع من الدقيق، عليهم رشه ملح. هبدا بالدقيق تدريجيا كده، هبدا انزل بيه تدريجيا كده، وهبدا اقلب. كل ما احس ان هو محتاج هبدا ازود تاني، وهكذا لحد ما تلم معايا عجينه، والعجينه تمسك في بعض كده وتبقى وتبقى طريه كده وحلوه. هبدا بقى اعجنهم. خلاص بقى كده قلبت بالمضرب، هبدا اعجنها بايدي. وبعدين هبدأ أقسم العجين إلى نصين، نصين متساويين كده. عايزة تعمليهم بميزان اعمليهم، عايزة تعمليهم بعينيكي كده. أنا قسمتهم لحد نصين متساويين كده. وبعدين هنجيب أول نص قسمناه، هنزل عليه بمعلقة ونص من الكاكاو الخام، وهبدأ أعجنها كده. وبعدين هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهفضل أعجنها بقى لحد ما الكاكاو يختلط كويس جدا هو والزبدة مع العجين، وتبقى كده كلها مختلطة كده في بعضها. وبعدين هركنها بقى كده على جنب، وهجيب العجينه التانية اللي هو النص التاني. هنا كنت خلاص خلصت العجينه دي، هحطها كده ببوله، وبقى اغطيها واسيبها اللي هي تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. هجيب النص التاني برضو، هنزل عليه معلقه كبيره من الزبده، وبرضو هبدا ادوبها مع بعض كويس قوي، وهسيبهم الاتنين يخمروا. كملي معايا الفيديو للاخر عشان انا هفاجئكم في اخر الفيديو. كملي الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبكم. غطيتهم بقى كويس كده وسبتهم يخمروا ولحد ما يتضاعف حجمهم. هنا كان بدأوا يخمروا، هطلعهم بقى كده، هنزل الخمر بتاعهم، وبعدين هجيب بقى كده حاجة رش عليها دي، وبعدين هبدأ أفرد أول طبقة اللي هي العجينة البيضة. حاولي على قد ما تقدري وانتي بتفرديها تفرديها بطريقة تكون مستطيلة، مش عايزينها تبقى مدورة، احنا هنفردوها بطريقة مستطيلة. طبعا ترند طريقة السلطان ده قالب الدنيا حرفيا، وانا قلت بقى يعني الناس كلها جربته وجت عليا، ويا ريتني ما جربته. كملوا الفيديو للاخر وهتعرفوا ليه. بدأت بقى كده افردها. حاولت اخليها مستطيلة على قد ما اقدر، وفردت كمان العجينة اللي هي الشوكولاتة، وبدأت احطهم بقى كده على بعض، واحاول اسويهم على قد ما اقدر الاتنين يبقوا متساويين بالظبط. هي طبعا العجينة مش مستطيلة قوي، بس برضو شكلها هيطلع حلو. فسويتهم كده، وحتة اتقطعت مني بدأت اعالجها يعني، وخلاص كده بدأت اسويها. بعد كده تحضري بقى الحشوة. ممكن تعمليها سادة من غير حشوة، ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشي الشوكولاتة خام كده قطع، زي ما تحبي يعني الحشوة زي ما انت عايزة. انا كان عندي كده النوتيلا دي بديل النوتيلا، يعني عشان انتوا عارفين النوتيلا مقاطعة بديل النوتيلا. فبدأت احط منها كده. مش انا صرفت وكلفت يا جماعة فيها بجد، يعني صرفت وكلفت، صرفت وكلفت فيها، ويا ريتني ما كلفت. المهم بدأت كده اللي انا افرد كده النوتيلا، حطيت طبقه محترمه يعني، واسكت بقى لحد كده؟ لا طبعا ما اسكتش. فجبت بقى شوكولاته كده. كان عندي كام كيس شوكولاته كده بالحليب، فقلت اقطعهم كده قطع صغيره لا وبزود يعني، انا عماله اقطع، لا اقول لا محتاجه اكتر، انا عايزاها بقى مليانه شوكولاته من جوه، انا عايزه كده اكلها الاقيها مليانه شوكولاته. فبدات اقطع تاني، كل ما اقول خلاص لا اقول لا هقطع تاني. المهم خلاص بقى كده ظبطتها وشهيصتها. هاجي بقى من على الحرف كده هبدأ اعمل شرط كده بالطول، يعني اقل من ربع العجينة، مش من النص، من اقل من من تحت النص بشوية كده. هبدأ اعمل شرط كده بالطول، وبعدين هبدأ الف العجينة من الجنب اللي هناك ده كده ناحية الحشو اللي احنا عملنا لها. هبدأ اعملها رول كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هبدأ كده اجيب بقى الحتة اللي انا قطعتها دي، ابدأ ابرمها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هعمل كل القطع بنفس الطريقة. كملي معايا الفيديو للآخر، ويا ريت تعملي لايك وكومنت لو اول مرة تشوفيني، ويا ريت مستنية الكومنت الحلو بتاعكم. خلاص بقى كده خلصت، هبدأ ابرمها كده كلها، وطلعت شكلها تحفة الحمد لله زي ما انا كنت متوقعة بالظبط. وجبت بقى صينية صغيرة، أصغر صينية عندي، مش عارفة مقاسها كام بصراحة، وبدأت كده إن أنا دهنتها دهنة زيت، وبدرتها كده بالدقيق، وحطيت فيها العجينة. وبعدين هغلفها كده بورق استرتش، وهدخلها الفرن لحد ما يتضاعف حجمها حوالي ساعة أو ساعة وربع.
هنا كنت بغلفها لسه معاكم. بدأت بقى كده اغلفها وبعدين هدخلها الفرن. يعني بخمرها في الفرن وهو مطفي. هنا كانت خلاص خمرت، بصوا بقى شكلها تحفه ازاي. هبدأ بقى كده ايه احضر بقى ايه اجيب بقى بياض البيض، لا صفار البيض اللي احنا كنا راكنينه على جنب من اول الفيديو، واحط عليه حوالي 3 4 معالق كبار كده من الحليب وباكت فانيليا ومعلقه صغيره من الخل، وهبدأ ادوبهم كده كويس، او نقطتين خل يعني ما تكتريش. وهبدأ ادهن بفرشه كده العجينه بتاعتنا من فوق، بس بالراحه جدا عشان ما تنزليش الخمر بتاعها. هبدأ بقى كده ادهنها زي ما انتم ما شايفين. خلاص بقى دهنتها كده كويس من كل الاتجاهات، وهبدأ اللحظة الحاسمة اني ادخلها الفرن. غمضوا عينيكم وما تتخضوش من اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا. غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم بسرعة كده. خلاص بقى انا بوريكم شكلها، هي تحفة كده. ايوه لف لف ودخلها الفرن بقى، وخلاص طلعت من الفرن وزي ما انتم شايفين الحمد لله اتحرقت مني. انا مش عارفة الصراحة ايه الغلط اللي انا عملته، او مع اني ما سبتهاش في الفرن كتير، هي يعني يا دوبك دخلت الفرن بس في ثانيه ببص عليها لقيتها اتحرقت. فانا مش هطلع بقى اقول لكم زي بقيه الفيديوهات هي تحفه وجميله وكل الكلام ده. هي يا جماعه يعني بجد ما تستاهلش الضجه اللي هي اخدتها. هي طعمها عادي، مش حاجه اللي هي واو يعني. هي اخده ست اكبر من حجمها بكتير يعني. حتى لو على فكره انا مش بقول الكلام ده عشان هي اتحرقت مني، لا انا بقول الكلام ده حتى لو ما اتحرقتش مني، يعني هي من تحت مش محروقه ولا اي حاجه. لو شلت الطبقه اللي من فوق هتبقى حلوه. انا كنت مظبطاها بقى مليانه شوكولاته، بقى بوريكم وهي بتبوظ قد ايه شوكولاته، بس هي اتحرقت مني في ثانيه الا ثانيه. فيا ريت اللي هيعملها يفضل قاعد جنب الفرن. انا كنت ممكن ما انزلكوش خالص الفيديو، بس انا بصراحه قلت ايه، احب اشارك معاكم زي ما الحاجه بتطلع معايا حلوه اقول لكم، ولو طلعت معايا وحشه برضو بقول لكم. فدي كان الفيديو بتاعي. ولو هتعملوها وناويين تجربوها يعني فيا ريت تقفوا جنبها وما تسيبوهاش خالص عشان هي بتتحرق بسرعه. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. مع السلامه في حفظ الله.